بسم الله. دلوقتي هنعمل صوص تغميس بالخضار المشوي. انا معايا هنا ده نص كوبايه زيت زيتون، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، معلقتين كبار عصير ليمون، دي راس توم غسلناها كده بالقشر زي ما هي، و3 وحده بصل، ونص كيلو طماطم، و2 وحده فلفل رومي احمر، وفلفل شطه من دي كده. هنحطهم بقى كده في صينيه. هنجيب صينيه وهندهنها كده بزيت الزيتون او الزيت العادي. هندهن كده كويس، وبعدين هنحط الثوم، وهنحط البصل والطماطم والشطه والفلفل الحامي بالشكل ده كده. هنقسم كده الطماطم والبصل كده نصين عشان يتشوي كده في الفرن بالشكل ده كده. كده رصينا الخضار، هنرش عليه ملح وفلفل اسود، وهنرش عليه رشة زيت زيتون او زيت عادي، وهندخله فرن سخن ونسيبه حوالي ربع ساعة. ده خبز تورتيلا اهو بالشكل ده عاملينه. هنجيبه بقى كده وهنقطعه كده مثلثات. وهنرش عليه رشة ملح وفلفل وشوية زيت زيتون، وندخله الفرن يتحمص وينشف كده. الخضار اهو اتشوى بقى بالشكل ده. الفلفل كده هنشيل من عليه القشرة دي كده، هنقشر كده من عليه القشرة بعد ما يبرد شوية. والثوم كمان هنطلعه كده من بالشكل ده كده، هنطلعه كده الثوم المشوي. وهناخد كل الخليط ده ونضربه في الخلاط كده. قشرنا الفلفل والطماطم، هنحط عليه بقى كده دول نص حزمة كزبرة مفرومة، هنحط عليه معلقتين كبار عصير ليمون، ورشة ملح صغيرة، ورشة فلفل، ومعلقتين كبار زيت زيتون. وهناخد الخليط ده ونضربه في الخلاط كده. خلاص ضربنا صوص التغميس اهو في الخلاط بقى بالشكل ده كده، وبقى كده جاهز للتقديم. ونقدمه بقى مع الخبز التورتيلا اللي احنا عملناه، حمصناه في الفرن برضو مع زيت الزيتون بالشكل ده.